سجق العربيات اللي كلنا بنحبه هنعمله النهاردة مع بعض في البيت بطريقة أنضف وأحلى بكتير. يلا بينا نشوف المقادير. معايا نص كيلو من السجق البلدي، بصلاية 2 طماطم متوسطة، فلفلاية كبيرة أو 3 فلفلات صغننين، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، رشة كده من الجنزبيل، ومعلقة من الثوم المهروس، وهريسة شطة حسب الرغبة. لو مش بتحبيها ممكن تشيليها عادي جدا. لو السجق بتاعي ما فيهوش دسم كتير هحط له كده معلقتين 3 من الزيت، ولو فيه دهون كفاية ممكن نستغنى عنه عادي. اول حاجة اقطع الخضار بتاعي بالطريقة المناسبة بالنسبة لي. ما تنسوش بقى تكتبولي في التعليقات بتتابعوني من انهي بلد وعندكم السجق ولا لا وبتعملوه بانهي طريقة. قطعت الخضار بتاعي كله قطع صغننة، حطيت كده معلقتين من الزيت وسخنت الطاسة كويس جدا. عملت كده اختبار بقطع من السجق، اول ما الزيت سخن نزلت بقى بالسجق بتاعي كله. انا عايزاه ياخد صدمة من كل الاتجاهات. هتلاحظي ان هو بينزل الدهون بتاعته. سيبي النار عالية عليه لحد ما يتحمر خالص خالص من كل الاتجاهات بتاعته. انا السجق بتاعي كان قليل الدهن جدا، فعشان كده حجمه تقريبا مقلش خالص زي ما واضح قدام حضراتكم. هشوحه بقى كويس جدا لحد ما ياخد اللون الحلو ده، وتقدري تقدميه كده يتحط في سندوتشات طعمه تحفة. وممكن تعمليه بالخلطة بتاعت العربيات. هنحط البصل ونقلب كده كام تقليبة كده لحد بس ما يدبل معايا شوية. لو انتي ما بتحبيش طعم البصل صريح في الاكل الخطوة دي مهمة جدا. بعد كده هضيف بقى بقية الخضار بتاعي، بس يكون البصل دبل كده معايا شوية زي ما واضح كده قدام حضراتكم. وبعد كده بقى هنزل بالفلفل، قطع الفلفل الصغننة دي نديها برضو كام تقليبة كده لحد ما تدبل شوية. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالطماطم، هديها برضو كده تشويحة مع السجق ومع البصل والفلفل. هلاحظ بقى ان الخضار ابتدى ينزل ميته. هوطي النار واغطي واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. هنا بقى كان الخضار نزل ميته والسجق استوى الى حد كبير، يعني استوى بنسبة 90%. في المرحلة دي بقى هنزل بالثوم وهريسة الشطة، هعمل لها حفرة كده في النص اهرسها كويس فيها. وبعدين ابتدي ان انا اقلب بقى الثوم والشطة مع كل السجق. وانا مش بحب احط الثوم بدري علشان بيتحرق وبيمرر وبيبقى طعمه مش حلو خالص. يعني انا بحب احط دايما الثوم في الاخر. جربوا بجد الطريقة دي ان انتوا تحطوا الثوم في الاخر، هيعجبكم جدا. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي كلها اللي احنا قلناها في اول الفيديو، وبرضه هقلب كويس جدا. وما بحطش البهارات بدري علشان ريحتها ما تروحش وتفضل ريحتها حلوة وجميلة وطعم السجق بتاعي وتخليه محبش كده وحلو زي بتاع العربيات بالظبط. جربوا الوصفة دي بجد هتعجبكم جدا وقولولي ايه رأيكم. تقدري بقى ان انتي تقدميها في ساندوتشات، او ممكن تعملي جنبها مكرونة، او تقدميها في مع عيش بلدي وطحينة. يعني ممكن تقدميها بأكتر من طريقة، والطريقة المفضلة بالنسبة لك. شايفين شكل السجق بجد بيتكلم عن نفسه. اعملوا بيه بقى احلى سندوتشات وقدموها وهتاكلوا احلى سندوتش سجق ومش هتجيبوه من بره تاني. اتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.